ليه واحنا عندنا طموح بنعدي بمراحل انهيار؟ ببساطة علشان في قانون مش مكتوب. القانون ده بيقول إن كل حاجة علشان تطلع لازم في الأول تنزل. تعال نفكر في الموضوع ده كويس. هنلاقي إن البذرة بتتحط تحت الأرض تنمو وتطلع. النسر بيتعلم الطيران لما يقع. أي عمارة أو أي بناء لازم الأول أنزل لتحت. فالتحول الحقيقي بيبدأ من تحت. يعني إيه قبل ما تطلع لازم تنزل؟ سمعت مرة ماريون جولدن كان بيقول The seed has to stop being a seed. يعني البذرة لازم توقف إنها تبقى بذرة علشان تطلع وتنمو تبقى شجرة. زي البني آدم بالظبط، أنت علشان تبقى شخص جديد لازم تموت النسخة القديمة بتاعتك. لازم تسيب الحاجات اللي اتعلمتها وما بتخدمكش، زي مثلا الاولد ايدنتيتي، زي العلاقات، حتى ايفن الوظيفه اللي بتستهلك. النهارده احنا مش بنتكلم عن تطور شخصي سطحي، احنا بنتكلم عن تحول اللي بيبدا من لحظه انك تحس انك انت مش انت. الرحله دي رحله مش سهله، بس لو انت من الناس اللي بيحسوا انهم اتخلقوا لحاجة أكبر، مش بس علشان نجاح ولكن علشان تأثير وعلشان حرية وعلشان معنى، الحلقة دي ليك. النهاردة احنا مش بنتكلم عن تطوير شخصي سطحي، احنا هنتكلم عن تحول اللي بيبدأ من لحظة انك بتحس انك انت مش انت، انك انت مش حقيقي، انك انت مش كامل، انك انت مش حر. الرحلة دي مش سهلة، بس لو انت من الناس اللي بيحسوا انهم اتخلقوا لحاجة أكبر، مش بس نجاح ولكن علشان تأثير وحرية ومعنى، الكلام ده ليك. علشان نبدأ الرحلة دي هنتكلم عن شوية مراحل. المرحلة الأولانية هي مرحلة الزراعة، هنبدأ فيها من البداية. ليه التحول الحقيقي بيبدأ بلحظة فيها خضة، مش لحظة إنجاز، بل لحظة وجع أو صدمة أو حتى صمت. لأن التغيير الحقيقي عمره ما بيجي وانت مرتاح، هو بيجي لما الحياة توقفك أو لما صوت بيهمس جواك ده مش أنا بسمي المرحلة دي روتس، زي البذرة بالظبط. لازم الأول تنزل تحت وتسيب شكلها وتتفكك. ساعات بتحس إنك بتفقد نفسك، بس الحقيقة أنت بتفقد النسخة الزايفة منك. يعني الناس بتشوف النزول ده سقوط، أنا بسميه نمو. البذرة لما بتدفن تحت الأرض ما بتتكسرش، هي بتبدأ. أنت محتاج تسمح لنفسك تسيب النسخة القديمة اللي مش بتساعدك. المرحلة الثانية هي مرحلة الفلاي. الخوف مش عدوك، ده الوقود بتاعك. بعد مرحلة الجذور، ازاي تعرف تتحرك وانت خايف او تايه؟ النسر علشان يطلع عشان يعرف يطير، امه بترميه من العش، فلما بيقع هو بيكتشف ان هو عنده جناحات، هو ما بيعرفش. فاول ما بيقع والهواء بيبتدي ياخد باله ان هو عنده جناحات، قبل ما بيقع ويقع على الارض بيتعلم الطيران. فاللي انا عايز اقوله في الحته دي ايه؟ ان انت بعد مرحله الجذور وفهمت ان انت لازم تنزل لتحت وتطلع لفوق زي الشجره، المرحله اللي بعد كده هي مرحله ازاي ان انت تعرف تتعلم الطيران. فانت ممكن ما تقعش، اوعى تفتكر ان انت علشان هتترمي من فوق عماره ان انت هتقع. يعني انت في موقف ما واترميت منه، هنا هتبتدي تدرك ان ليك جناحات تعرف تطير، انت ما كنتش تعرفها قبل كده، اتعلمت من المرحله دي. طب ولو وقعت، اعتبر ان دي بقى البدايه ولا ده فشل؟ حلو قوي. هتسأل نفسك هو أنا أصلاً بقع ولا بتخلق من جديد؟ لأن الفرق كبير جداً بين الاتنين، ومش هتعرف تجاوب على السؤال ده غير وأنت بتقع، لما تكتشف إن ربنا خلقك وعارف قدراتك. لأن ربنا بيقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وبما إن مفيش صدفة في الحياة زي ما كلنا فاهمين أو كنا متبرمجين، محتاجين نفهم إن اللحظة اللي أنا فيها دي هي استعداد للي جاي. فلو عايز تفضل محلك سر، وده بالظبط حرفياً المصطلح المظبوط للحالة دي، يعني أنت بتمثل إنك بتمشي من غير ما تتقدم خطوة واحدة، يعتبر إنك بتقع. هتسيب نفسك للظروف هي اللي هتحركك. ولكن لو فوق ووعيت باللي بيجرى حواليك وعرفت إمكانياتك، هتعرف إزاي تطلع وتكون النسخة الجديدة المتطورة منك. المرحلة الثالثة هي مرحلة البريك أوت، هي كسر حلقة الراحة. طب لو أنا مش بنهار بس واقف في مكاني ومش بتقدم وكل يوم شبه اللي قبله، هل ده خطر برضو؟ دي أكتر مرحلة خطر، وبنسميها The Circle of Sameness. ممكن يكون نجاح خارجي بس في ركود داخلي. مش لازم يحصل لك لايف كرايسيس علشان تتحرك،
لكن انت محتاج وقفه ولحظه صدق. هل اللي بكرره بقالي شهور بيساعدني ولا بيعطلني؟ المرحله دي مش لازم اهدم كل حاجه، هي دي مرحله كسر الحلقه، بريك ذا لوب. المرحله دي هي مرحله ذا سيركل اوف سيمنس، ان انا بريك ذا لوب اوف ذا سيركل اوف سيمنس. انا كل يوم بعمل اللي انا متعود عليه حتى لو انا ناجح فيه، بس انا مش مبسوط، فمتعود اللي انا بعمله، فانا I'm breaking the circle of sameness علشان اعرف اتقدم. وكل اللي احنا بنقوله ده ليه؟ عشان اعرف اتقدم لقدام. المرحله الرابعه هي مرحله الرايز. الانهيار مش النهايه. لو حصل لي ضربه قويه، يعني لا قدر الله مرض ولا خساره ولا حتى بيرن اوت، هرجع اقف تاني ازاي؟ السؤال هو ازاي اطلع من اللي اتكسر جوايا بنسخه اقوى. كل انهيار بيكشف لك حاجه، ايه اللي انت كنت متمسك بيه وايه الجزء اللي كنت عامل له سبريس، دفنه. المهم ما تستعجلش، لان الصعود مش لحظه، ده براكتس. اخر مرحله هي الريبورن، اتولدت من جديد. بعد كل اللي حصل لي ده ازاي هعيش حياه مختلفه؟ مش هرجع لشخصيتي القديمه. هتسال نفسك سؤال بسيط قوي، انا لو بدات من الصفر هكون مين؟ مش اللي الناس شايفاني عليه ولا اللي السيره الذاتيه بتقول عليه. الايدنتيتي مش ثابت، الهويه هي نيه بتتكرر كل يوم. ابدا من كلمه، من فعل، من موقف صغير، لحد ما تبقى الشخص اللي جواك اللي بيحاول يظهر من سنين. الحياه مش لينير، والرحله مش خط مستقيم، هي حلقه بتتكرر كل مره بنكبر فيها. كل ما تحس انك تايه ارجع للجذور، كل ما تحس انك خايف جرب تطير، كل ما تحس انك ثابت اكسر الروتين، ولو وقعت ادي لنفسك فرصه تقوم، ولو اتغيرت ما تخافش تتولد من جديد. ابعت لنا كلمه ثرايف في الكومنتس وهبعت لك ادوات الرحله كامله: روتس، فلاي، بريك اوت، رايز اند ريبورن.